Chapter 1, Lesson 1. Chapter, Welcome to our community. Welcome to our community. Lesson 1. فين منجاوي؟ أنا مش شايفه يعني حواليا خالص. منجاوي منجاوي منجاوي. معلش يا فرفور، اتأخرت عليك يا حبيبي، كنت بجري ورا غزالة قطعت نفسي. انت دايما كده دايما. ما لحقتهاش يا اخويا والله، ما لحقتش. احسن انها قطعت نفسك. ليه بس؟ ده انا جعان، ده انا ما اكلتش غير زرافطين وغزالة وجاموستين بس النهارده. بس بعد كده ما عرفتش اجري. منجاوي مفتري، فعلا مفتري. بس وريني كده، يعني انت مش واكل كويس ليه زي ما قلت لك؟ وبعدين معاك وبعدين في الكلام اللي انت كل شويه بتقوله لي ده، انت كده بترعبني منك. انا هسيبك وامشي. انا مش قصدي، انا قصدي صحتك بس. يا عم مالكش دعوه بصحتي. المهم ايه رايك بقى في الكلام اللي انا قلته ده؟ ايه رايك في الديسكفر والكلام الجميل اللي انا قلته ده؟ يا عم كله انجليزي ده يا عم، ايه الانجليزي ده كله يا عم؟ قصدك ايه يعني؟ تعال نشوف احنا ايه اللي في الموضوع ده. هو انت لسه شفت حاجه؟ ده انا بقى هحكي لك حكايات وهوريك حاجات جميله في اول درس ده، في اول ليسون نمبر 1. يعني في قصص وحكايات يا فرفرو؟ يا خبر، انا بقى عايزه اسالك سؤال مهم. انا عايزك تحكي لي ايه هي ذكرياتك في الاجازه، ايه هي الميموريز بتاعتك. عارف يعني ايه ميموريز؟ انا عايز your favorite memory. اقول لك يا عم، قصدك يعني تقصد لما اكلت المعزه ولقيت شعرها لف على اسناني؟ فاكر؟ يا خبر ابيض، ايه اللي انت بتقوله ده؟ تخيل يا حبيبي، هو مش مستحميه يعني، انا اكلها وهي مش مستحميه، وجعت بطني. يا شفت الضمير يا فرافيرو؟ شفت كرشك موديك فين يا منجاوي؟ طب يلا نشوف ايه يعني. انا حكيت لك، انت عارفه رحت فين ساعتها؟ رحت فين يا سيدي؟ ده انا رحت مكان كده فيه ناس تعبانه وناس كتيره لابسه ابيض ومعاهم حقن ياما. ايه هو المكان ده؟ ما تفكرنيش، مش عارف باين كان اسمه هوسبيتال يعني، هوسبيتال قصدك؟ هوسبيتال مستشفى يعني. هوسبيتال، ايوه هي دي مستشفى. يا ابني بقول لك فيفوريت ميموريز، ذكرياتك المفضله. ايه الذكريات الحلوه دي خالص اللي انت بتقولها؟ انا عايز ذكريات جميله، مش ذكريات كلها الم وتعب ومرض وحقن. ايه يا عم ده؟ طب اقول لك، خد دي. انا وابن خالي الاسد كراميلا رحنا النادي، اما كان يوم يا فرافير. يا سلام يا سلام. كلاب يعني نادي يا فرافير، لو مش عارف يعني انا اقول لك المعلومات برضو، بس انا شاطر جدا. ماشي يا عم. وفي كمان مكان كمان انا عارفه، رحته برضو انا والعيله بتاعتي برضو، اسمه بارك، بس تحفه يا منجاوي. ده انا اقول لك كراميلا اصلا كان عايز ياكل ايد المدرب، قلت له عيب يا كراميلا مش وقته. يا خبر، مش معقول الكلام اللي انت بتقوله ده على طول كده. ولعبنا ماتش كوره وقعدنا ناكل. وايه كمان؟ دي كانت ذكرى جميله ديت، ايه رايك فيها؟ طيب هي دي بقى الفيفوريت ميموريز بصحيح. دي فيفرت جميله وانبسطت بيه قوي. انت هتقول لي انت. ايوه انا كنت عايزه اسالك كمان بعد الفيفوريت ميموري الجميله الميموريز اللي انت حكيتها دي، انا عايزه اعرف هو there مين اللي كان معاك هناك؟ انا قلت لك الاسد كراميلا بس كده؟ ما هو صاحبي الانتيب. يا سيدي على الكلام. طيب what were you doing؟ انا كنا بنلعب ماتش كوره واتغدينا. كل دي حاجات جميله عملتوها. عملنا حاجات جميله كتير. طب تعالى بقى انا هحكي لك قصه بس لقيتها في كتاب الديسكفر في الليسون نمبر 1 وعجبتني، بس تقول ورايا لان قصه حلوه خالص. طب يلا يا عم اقرا وانا هقول وراك على طول، انا لبلب. طيب ماشي تمام، بس استنى، انا عايزه اقول لكل اصحابي وحبايبي انهم يعملوا ايه بقى، يعملوا حاجه مهمه جدا، انهم يعملوا point to each word I read. لازم يشاوروا على كل كلمه انا بقولها، ولازم كمان اول حاجه قبل ما يشاوروا لازم يفتحوا كمان الكتاب بتاعهم. هنقول لهم ايه؟ قول معايا كده، open your book. open your book. ايه ده؟ قول مع بعض كده. طب يلا open your book. open your book. انا نفسي اعرف انت بتفهم منين. يلا مش مشكله مش انت بقى. قلت قول ورايا ولا ايه؟
عمال متلخبط. يلا بقى احنا عايزينهم يشاوروا كده باصحاب. Point to each word for few. Sarah moves to town. Read the story. Sarah moves to town. Sarah feels nervous. Sarah wonders, what is the town like? Where will she play? Where will she learn? Where will she shop? Sarah moves to town. تقصد ان ده العنوان يا فرافرة، ان البنت سارة دي راحت مدينة جديدة؟ بالظبط كده يا منجاوي. read the story. يلا نقرا يا عم القصة. Sarah moves to town. بس سارة راحت مدينة جديدة، عرفنا يا عم ما تدوشناش. Sarah feels nervous. اكيد قلقانة طبعا. طب قلقانة ليه يا فرافير؟ انا مش عارف. ولا انا كمان. She wonders. بتتعجب هي بقى وبتفكر ايه هتعمل ايه يا عيني. What is the town like? يا ترى البلد اللي هي رايحاها جديد دي شكلها ايه؟ Where will she play? كل اللي همها اللعب يا فرفرو. الظاهر كده يا منجاوي. طب شوف هتاكل ايه الاول. Where will she learn? عايزة تتعلم يا حبيبة امها. Where will she shop? عايزة تشتري كل طلباتها، مش عارفة تشتريها منين. هي دي كل الستوري بتاعت سارة moves to town. دي سهلة قوي بس سارة دي يعني احنا لازم نساعدها يا فرافير. لا المفروض نساعدها. تعالى نعمل لها حاجة جميلة كده تعرفها كل الحاجات اللي في البلد الجديدة اللي هي رايحتها. أنا فعلا عندي فكرة حلوة خالص يا منجاوي. تعال نوريها كده لأصحابنا. بص ده أنا تعبت فيه وعملت. فرافير شوف أنا عملت إيه لسارة عشان يساعدها. حاجة جميلة قوي من جو. دي عبارة عن إيه دي يا منجاوي؟ دي عبارة عن بلشور. ايه ده؟ يعني معناه ايه ده؟ هنعمل بيه ايه؟ هنستفاد بيه ايه؟ في كل الحاجات اللي عايزاها الانسه ساره عشان تعرف تعيش في البلاد الجديده اللي هي راحتها. والله يا منجاوي شكله كده عاجبني. بص ده انا تعبت فيه تعب. بس ايه الكلام اللي مكتوب فيه ده؟ Welcome to our community. ايه يعني ايه يعني اهلا بيك يا ساره يا حلوه في مجتمعنا الجديد الجميل ده. انا عجبني القلوب اللي انت حطيتها دي يا عم. شايف وشوف البنت الجميله وشعر من شعر جميل دي والشعر الجميل دي يا عم. ده اللي فوق شعرها منكوش باين ولا باين الشعر ده باين؟ لا ده كورلي. انت مش فاهمك انت في الموضه انت يا فرافير. انت يعني عاب شعرك ده اللي تفهم. شايف شعر انا يا عمي؟ ايوه ده شعر الاسد ده موضه لوحده يا عم انت. ماشي يا عم افتح البروشور ووريني. اوريك ده صور جميله قطعتها وحطيتها ولزقتها. بص طبعا اهم حاجه عندي عملتها في الاول. ده المكان الجميل اللي بنلعب فيه ده بارك. شايف جميل ازاي؟ انا بفرح جدا لما اروح هناك مع اصحابي. الواحد حاسس بالحماس يا منجاوي من البار كده. جميل قوي. بص البنت بتلعب هيل هوب جميله. انا عايزه الزحلقه على الزحليقه اللي هناك دي يا منجاوي. احنا هنوري ساره مكان البارك دي اللي هنا في مدينتنا الجديده. ده احنا عندنا شويه باركات تحفه يا منجاوي. اسمها باركش يا ابني، حرام عليك ما تجننيش بذكائك الخارق. يا عم ده انا خبره في الانجليش ده، انا عجبك قوي. واضح جدا. طب بص كمان الصوره اللي تحت دي فين كده؟ تاني مكان بحبه في العالم عشان بقابل فيه كل اصحابي والتيتشرز بتوعي. تعليم بقى والحاجات. ما انت لو كنت رحت شويه يمكن كان مخك نضف يا فرافيرو. انا مخي انضف من الصيني بعد غسيله يا منجاوي. واضح يا حبيبي. ما تحلفش. شوف بيلمع ازاي اهو. بيلمع اهو. ما تحلفش. تعالى اوري لك بعد كده. نقلب الصفحه كده. بص جميله ازاي. استنى اقلب معاك يا عم. حلو البتاع اللي انت عامله ده. اسمه ايه البتاع ده؟ بلشور يا عم بلشور. بص شوف ده السوبر ماركت عشان هي تعرف تشتري منين. سوبر ماركت. انا عجبني صورك يا واد يا منجاوي والله. فنان طول عمري يا ابني. انت فنان. لا شكلها غير فكرتي عنك يا منجاوي. منكر شكل فنك. طب عارف السوبر ماركت ده بتجيب منه ايه؟ ده انا ياما اتشعلقت في السوبر ماركت ده. عشان تسرق منه. انا عارفك خدت الجنة. لا اوعى تقول عني الكلام ده. انا طول عمري مش بتاع سرقة. كنت بتشتري يعني بفلوس؟ انا كنت بدوقها بس. بتلحسها؟ لا انا كنت بدوقها بس. بشوف طعمها حلو ولا لا. يا مقرف انت. طب نشوف اللي بعديها. انا فاكر المكان ده كويس. ذكرياتك المؤلمة. ايوه بشعر الميزة. بشعر المسك. بتلف فين شعر الميزة دي يا منجاوي؟ على سنتي الكبيرة.
ده؟ ده جميل قوي، ده اللايبراري يا ابني. لايبراري. روح شويه يمكن مخك يعطل. ايوه، طعم اللايبراري ده لسه ببقي. انا لسه قصدي قاري فيها كتابين من كام شهر كده لورا. هو انت اللي بتعرض الكتب؟ امسكوه. لا 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 الحقوني. بصوا يا اصحابي، ده البروشور اللي انا عملته انا وفرافيرو. انا عايزكم بقى تعملوا حاجه جديده، انتوا تعملوا بشور انتوا بتاعكم انتوا، تعملوا فيه لساره كل الحاجات الحلوه اللي انتوا عايزين تحطوها لها وهي تعرفها. طب قول لي برضو، انت ما قلتليش برضو يعني ليه فايده جامده يعني البتاع ده؟ جميل قوي، يعرف اي حد جاي البلد جديد ايه الحاجات اللي فيها وعناوينها ومكانها وكل حاجه. ده تحفه ده. لا ده لازم اعمل لي واحد بقى كده واشيله تحت المخده، يمكن اطلع كده في الحلم في اي مدينه ولا حاجه يبقى معايا البروشور. انت قاعد في بلدنا هنا مش هتتحرك، احنا بنقول لاصحابنا اعملوه وصوروه وابعتوه لنا في الكومنتات عشان نشوفوا الجمال بتاعكم. وكده ساره مش هتحس ان هي نيرفز ولا حاجه؟ لا، ساره كده هتطمن وهتعرف كل حاجه، بالذات مكان الاكل طبعا عشان لما تجوع ولا حاجه. ده اهم حاجه الاكل، وانت عارف يا منجاوي. بس ما تروحش انت السوبر ماركت تاني يا اخي. لا خلاص، انا طعم اللايبرري عجبني اكتر. لا اله الا الله يا ابني، بدل ما اكلك يا عم بتقول عليا كرشو، ده انت اللي يا كرشو. عم انت عشان ما جربتش بس. امال انت فاكر اللايبرري دي مصنوعه على ايه اصلا؟ يا عم ده اللحمه هي اللي لذيذه. يا عم اسكت يا عم، انت مش فاهم حاجه. المهم دلوقتي احنا عايزين نشوف اصحابنا هيعملوا البروشور ده حلو ولا ايه. يلا، واللي هنلاقيه جميل هنطلعه للصفحه بتاعتنا المره الجايه. تمام، يبعتوا لنا الصور يعني يا منجاوي. يبعتوا لنا الصور او فيديوهات صغيره واحنا نطلعها على الصفحه الجديده المره الجايه. هنشوف بقى الفن بتاعهم ولا الفن بتاعك يا منجاوي يا فنان. انا فنان طول عمري يا ابني. مش انا ذكاء خارق، بس انت طلعت فنان. طيب يا حبيبي، يلا بقى يلا. باي باي، نقول لكل اصحابنا باي باي. باي. يا فرافيرو، ايوه يا عم انا جايه اهو، انا جاي. تعالى عايزه اقول لك على لعبه اسطوريه. استنى يا عم، كنت بدور على دي اللي كان تايه مني. ده ديلك طويل قوي بقى. طب ما تدولي يا اخي احسن يا اخي. يا اخي استنى، ما انا هريحك منه. ما ترجعش تاني لموضوعك ده، بالله عليك سيبديني في حاله. بيشنكلك، انا خايف عليك. يا حبيبي ما انت مالك ومال ديلي، ما انت عندك ديل زي اهو. انا ديلي جميل لكن انت ديلك طويل قوي قوي. يا عم انت كمان بتحسب لي ديلي يا عم. طب تعالى انا اقول لك على لعبه اسطوريه. يلا نلعب احسن من اللي انت بتقوله لي ده، بتخوفني منك. ما لو ما لعبناش هاكلك، ما اعرفش ليه، يعني نفسي اكلك مش عارف ليه. انت دايما كده جعان يا منجاوي. يلا فين بقى الالعاب بتاعتك الحلوه دي؟ انا عندي لعبه اسمها ريدل جيم، عاوزه ذكاء. ريدل جيم؟ يس. يعني ايه دي يا منجاوي؟ ايه ده؟ فين الذكاء اللي عندك يا ابني؟ عندك منه كتير ولا مفيش ذكاء خالص؟ لا ده عجبك. انت بتقول لي يا منجاوي ذكاء، انا عندي منه كتير، مفيش اذكى مني، انا عندي ذكاء خارق يا ابني. ذكاء خارق؟ انت مش عارف يعني ايه ريدل يا عم. روح اتكل على الله، ده باين عليك مش شاطر ولا ايه؟ ريدل يعني الغاز يا عم. هقول لك شويه كلوز وانت تعرف انا بتكلم عن ايه. ريدل وكلوز؟ يا طب ماشي، ريدل دي الغاز، ايه بقى الكلوز دي؟ حاجات هتعرف تفك بيها اللغز يا ذكي. انت فين الذكاء يا عم؟ لا اوعى تقول على كده. طب انت قول لي كده الريدل وانا هشتغل معاك على طول. طب استنى اصبر بقى. This place has a lot of green trees, grass and plants. ثواني. دي اول كلو. يلا ورينا هتقول ايه. انت قصدك يعني انت كده مش عارف الكلام ده يا عم. انا اعرف، واحسن واحد يعرف في الدنيا دي كلها. معناه ان في مكان فيه شجر كتير اخضر وحشائش ونباتات. برافو. لا عجبتني فرافيرو. يلا اديني اللي بعده على طول. This place has man-made paths to walk on and structure to play on. انت فاكرني مش هعرف يا عم؟ انا عماله اقول لك انا ذكاء خارق يا عم. قصدك يعني ان المكان ده فيه استنى من ميت ده. انا فاكره من ميت ده. باين كان في كي جي 1 علينا. استنى، من ميت ده يعني حاجه صنعها الانسان وبس. دي يعني حمام، صح كده؟ يا خبر ابيض، الاولى صح وشاطر والتانية عكتها ليه؟ بس مش يعني حمام يا عم، دي البنت تقيله. امال ايه بس يا من جاي وغلبتني معاك وغلبت ذكائي؟ ده يعني ممر نمشي عليه. فهمت. اقصى عليك وعلى ذكائك اللي طلع مش خارق يا فرافير. طب مش عارف يعني structures to play on؟ لا قول انت بقى. يعني حاجات كده بيلعبوا عليها الاطفال. قصدك ان المكان ده من صنع الانسان وفيه ممرات وفيه كده اماكن بيلعبوا فيها.
برافو عليك يا فرافير. طب اسمع الكلود التانية دي وانت يلا. هتعرف على طول. اديني اللي بعده. This place has families kicking soccer balls and playing games outside. جيمز ده انا عارفها دي. انا والواد الفرافير والذكاء، انا الذكاء كله هيطلع هنا دلوقتي. تقصد يعني ان المكان في ايه؟ الله. في ايه يا منجاوي؟ families ايه؟ العائلات بتلعب فيه كورة وكده يعني وحاجات، وكل العيلة هتلعب معايا. ايوه برافو عليك. ومكان كمان مفتوح مش مقفول كده، مش من جوه مبنى يعني. لا مفتوح يا فرافير. شفت بقى، انا عرفت. قربت تعرف. استنى كده اديني افكر كده ثواني. شغل فين ذكائك يا فرافيرو؟ بيلعبوا كورة كيكنج سكر بولز، بيشوطوا انا الكورة. رحت المكان ده. انا رحت في الفيفوريت ميموريز بتاعتي ده، البارك. استنى لما اسألك الأول يا أخي. يا عم اسألني، انا ذكي واعرف كل حاجة. Do you know what this place is? بارك. Good job فرافيرو. برافو. انا بقى هختبر ذكائك. انت عمال تختبر ذكائي وتشوفني ذكي ولا مش ذكي. انا كمان عايز اختبر ذكائك. تعال انا عندي وان ريدل كده ليك. انت هتقول لي انت في الزور انت؟ ده انا بتدرب على الانجليش، احلى تدريب. طب يلا قول وانا هشوف انا هعرف ولا لا. يلا ركز كده معايا واستجمع كده ذكائك. This place has a small yard for playing outside. قصدك يعني تقول لي ان المكان ده في مساحة صغيرة نلعب بيها في بره في الخارج كده؟ طب انت شاطر وذكي اهو. طبعا ما انا شاطر، امال ايه؟ Inside this place has many chairs, whiteboard and pencil. في كراسي كتير وسبورة وقلم رصاص. شفت بقى انا متفوق. سقفولي. بدأت ازعل كده، انت شكلك الذكاء بتاعك خارق اكتر مني. طب يلا قول طيب. اخر بقى كلو معايا. This place has children and teachers. في اطفال ومدرسين. سهلة كده. Do you know what this place is? سكول. كان نفسي ما تعرفوش. طب قول لي جود جوب طيب. جود جوب يا عم، جود جوب. بص بقى، انا عندي بقى وان مور ريدل كده في الاخر. انا اللي هقول لك الريدل يا الاخير. عم استنى، انا اللي هقول. انا اللي هقولها. يا عم انا اللي هقول. انا اللي هقول. اتفضل قول. يلا بس استخدم ذكائك الخارق، بلاش تنيمه. يا عم ولا ذكاء ولا ذكائك يا عم. احنا هنسيب اصحابنا الحلوين هم اللي يشوفوا ويفكروا ويستخدموا ذكائهم الخارق، ونشوف ذكائي ولا ذكائك ولا ذكائهم. ماشي استنى. This place is inside a man-made building. استنى يا عم، استنى نترجم لهم بقى عشان احنا خبرة. طيب المكان ده جوه، يعني في جوه مبنى، وكمان man-made building يعني المبنى ده من صنع الإنسان. برافو فرافير. يلا قول اللي بعدها، الكلو اللي بعدها اقولها لك انا. This قول لي. place has many books to read. المكان ده فيه كتب كتير قوي ينفع نقراها. This place has a librarian who can help you select a book. ثواني بس. استنى، قصدك يعني ان في حد امين المكتبة هو اللي بيختار الكتب وبيساعدنا ان احنا نختار الكتب كده اختيار سليم كده. طب اسألك بقى. Do you know what this place is? يا عم سهلة، واحد بيختار لك الكتاب وبيديهولك، ومكان كده بيبقى حلو كده ولطيف ومقفول. المطعم طبعا. مطعم ايه بس يا فرافيرو؟ تتجنني. امال قصدك ايه يا عم؟ ما هو المطعم بيبقى فيه حد كده بيديك كتاب وبتقعد كده تختار الاكلات بقى ومشروبات وحاجات كده جميلة وطعمة كده ولذيذة وكفتة وكباب وحاجات. هدي كرشك، مش هو ده المكان الصحيح يا ابو الذكاء الخارق. ايه ده؟ هو ما طلعش هو المكان ده؟ لا مش هو طبعا. بيقول غلط ولا صح يا حبايبي يا حلوين؟ خلاص احنا نخلي اصحابنا هم اللي يقولوا الحل بتاع الريدل ده، وكمان لو عندهم اي ريدل تاني يقولوه لنا. يلا اكتبوا لنا بقى كده وورونا في الكومنتات بتاعتكم الجميلة. ايه رأيك؟ انا اللي صح ولا فرافيرو؟
هل هو المطعم فعلا ولا حاجة تانية هو مش عارفها وعبيطة جدا؟ بس في حاجة يا منجاوي لازم ياخدوا بالهم منهم عشان يبقى الريدل بتاعهم جميل كده زي الريدل اللي احنا بنقوله. اللغز بتاعهم او الريدل لازم يبقى فيه مان ميد، حاجات مان ميد، حاجات كده من صنع الانسان. وايه كمان يا منجاوي؟ وحاجات ناتشورال، حاجات طبيعية كده ربنا اللي خلقها عشان بيعمل الكلوز بتاع المكان. انتوا بقى قولوا الريدل وما تقولوش الاجابة، وانا ومنجاوي هنرد عليكم. باي باي. باي باي يا حلوين، هتوحشوني.